اكو مناشده وصلتني من اهالي منطقه الكراده على موضوع صدق كلش مهم، حقيقه مهم وخطر بنفس الوقت، اللي هو مراكز المساج والملاهي والسيارات الجاي تجي بالليل بنص البيوت وتجيب بنات ولا واحد يحكي وياهم. وهاكم شوفوا المقطع. شريفه محترمه نفسها زين، وناس يعني على حسب الاصول زين، يعني يخلطون بين هذا وبين هذا. زين تقدرون تطلعون ولا ما تقدرون بالليل؟ لا والله ما نقدر نطلع. شنو السبب؟ لان الملاهي يعني كلش ما حلوه، يعني مو حضاريه. هاي شنو معناها؟ من ملهى وطربقه للصبح ومراكز مساج صايره بنص البيوت، شكو سالمين روح فتح مركز مساج ملهى، شو تسوي سوي، بس مو بنص البيوت. اهالي كراده ترى ناس محافظين ورافضين لهذا الشيء، ورافضين تفاهتكم وانحطاطكم اللي بثيتوها بالتواصل الاجتماعي، بس ما تجون بنص البيوت تسووها، هاي كارثه. بيوت الدعاره جاي تصير قريب على بيوت الناس، يعني الناس يسوون كلها طب بيوت الكراده كلها دار بيع دار بيع، ناس تريد تشيل، ناس عندها ذكريات بمنطقتها بجيرانها تريد تشيل، ليش؟ لانه صار انحطاط. مو كل منطقة الكرادة، لكن اكو مراكز مساجات بنص البيوت وملاهي. نطالب من الجهات المعنية ومن السيد وزير الداخلية متابعة هاي القضية، لأن صارت مهزلة وبلا ملح. واكو وصلني مسج من بنية من محافظة صلاح الدين، ذهبت إلى مستشفى الكفيل، أمها مريضة، سمعوا البصمة شو تقول.